تعود وقائع القضية على إثر شكوى تقدم بها الضحية إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتيشي، مفادها تعرض قطيعه المقدر عدده ب 17 رأس من الغنم للسرقة بقرية جبيلة بلدية بوخليفة ولاية بجاية. على الفور تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان من خلال تكثيف التحريات وتفعيل عنصر الاستعلامات، وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بجاية، تم وضع خطة أمنية محكمة لتوقيف الشبكة. العملية مكنت في ظرف وجيز من استرجاع 11 رأس غنم من 17 رأس غنم مسروقة، توقيف 6 أشخاص متورطين في قضية السرقة تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 40 سنة، حجز مركبة مستعملة لهذا الغرض، إضافة إلى حجز مبلغ مالي يقدر ب 147 ألف دينار جزائري من عائدات السرقة وهواتف نقالة. تم تسليم قطيع الغنم إلى مالكه، وسيتم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق. نذكر المواطنين بالرقم الأخضر 1055 للدرك الوطني وموقع الشكاوي المسبقة ppgn.mdn. نكاي اسمها من وشرنا لينو 25 ديسمبر أقرينا السيا أسر خملون كات لبريقادنا نتيشيا تريد المالي الحمد لله. السفر المالي وقد المدغوري فرحة طاس لا راي ما شكرا لا جندرمية الخميس دندي في صباح العشاء وقالنا راه كم هنا كم كيف قالنا راه نظام سدون ديري كونكيتية الحمد لله مثلا يبان المالي ان شاء الله ربنا يوفق ربي ان شاء الله كل عمل نتورى الخير في الموفية ان شاء الله كل عمل اكشف لنا ويخي غير تسهرنا كي تفكر ربي فلوس نفوس احنا وين باش عرفك تسمع عرفك انا كاين هنا كنخدم طالمون لا جندرمري تسمى تزيد هنا تسمى قرا غير ونخدم راني كون يخصنا هذا غرم راني تسوح قرمي با بروبليم تقد معايا ما يعطيهم الصحة ان شاء الله قرايد راني يوفق ربي الخدمة ان شاء الله قرايد تعاود تسطر الحوايج هي ونزار الحوايج ان شاء الله نزار حاجة الحوايج العالية تمور في النايمة لازم هاي. الحمد لله بفضل حنكة أعوان الدرك الوطني لتيشي وعلى رأسهم قائد الكتيبة استطاعوا أن يقبضوا على السراقين في ظرف وجيز، وبفضل حنكتهم ونشاطهم ليل ونهار استطاعوا استرجاع المواشي والقبض على السراقين في نفس اليوم. في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومن خلال الاستغلال الجيد للمعلومات الواردة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتيشي من تفكيك شبكة إجرامية وطنية مختصة في سرقة المواشي تنشط ما بين ولايتي بجاية وسطيف.